هاتكلم النهارده عن علاقة البوستشر بتاعك أو شكل جسمك بوجع أسفل الظهر. معظم الناس جالها وجع في ظهرها من تحت قبل كده، سواء بيقعد على المكتب كتير، سواء بيروح الجيم وبيشيل أوزان تقيلة، حد بيتمشى كتير، في عوامل كتير قوي ممكن تجيب لك وجع في أسفل الظهر. طيب لما بنيجي نتكلم عن وجع أسفل الظهر مش دايما بنلاقي السبب الحقيقي اللي عامل لك الوجع ده. يعني مثلا ظهرك فيه الغضروف وفي العمود الفقري، فممكن يبقى الغضروف ده خارج من مكانه شوية ومسبب لك الوجع اللي عندك. طيب ظهرك ده فيه عضلات كتيرة جدا، ممكن حاجة فيهم تبقى هي اللي شادة فمسببة لك الوجع أسفل الظهر اللي عندك. ففي كذا فاكتور بيأثر على وجع الظهر، بس اللي أنا هتكلم عنه في الفيديو النهاردة هو علاقة شكل ظهرك من تحت بالوجع. بمعنى ايه؟ طبعا اي حد جاله وجع في ظهره وراح لدكتور عظام او دكتور علاج طبيعي او ايا كان، اتقال له انه بسبب ان ظهرك فيه انحناء زياده فده اللي عامل لك وجع، فلما تعدل الانحناء ده الوجع ده هيروح. ففي الحته دي بنبدا نشوف الابحاث بتقول ايه والدراسات بتقول ايه عشان نقدر نربط هل فعلا شكل الظهر من تحت بيأثر على وجع الظهر، ولا دي بس فرضيه كده الدكاتره بيقولوها عشان مش بيبقوا عارفين ايه التشخيص. مش دايما بنبقى عارفين ايه التشخيص، بس مش لازم ان احنا نحط نفسنا في زون ان احنا نفضل نعدل في شكل الظهر عشان يرجع اللي بنسميه طبيعي، لكن هو في الاخر مش طبيعي. هو شكل ظهرك اللي انت عليه دلوقتي ده الطبيعي بتاعك انت. كل شخص ليه شكل، ده اللي متعود عليه وده الطبيعي بتاعه. لكن فكرة ان انا اقول ان البني ادمين كلهم لازم يبقى عندهم شكل لظهرهم معين، وكذلك على الرقبة شكل معين للرقبة، وكذلك على الكتف كتف طالع لقدام، كتف مفرود، ان انا اقول ان كل البني ادمين لازم يبقى كتفهم مفرود وظهرهم مفرود ورقبتهم فيها الكيرف وهكذا، ده غلط. لان كل واحد ليه شكل جسم وليه طول عظم وليه قوة عضلات وليه طبيعة شغل. فكل واحد في الناس دي ممكن يبقى ليه شكل جسم مختلف، وممكن يبقى مسبب له او ممكن يبقى عنده ألم في حتة معينة وممكن ما يبقاش عنده ألم. فالنهارده انا هبص على او هتكلم على 5 دراسات اتعملوا. 5 دراسات دول في اكتر منهم طبعا، بس دول اهم 5 انا قريتهم. هتكلم عنهم وهقول بالظبط الدراسات دي لقت ايه في النتائج بتاعتها، وبالتالي نبدأ نتكلم على وجع الظهر، وهل هو فعلا ليه علاقة بان يبقى فيه اللوردوتيك كيرف اللي هو انحناء الظهر ولا لا. اول بحث هنتكلم عنه هو بحث اتعمل في سنة 2014، وهو من نوع ميتا اناليسيس. ميتا اناليسيس دي يعني بياخدوا ابحاث كتيرة جدا اتعملت على مدار السنين اللي فاتت، ممكن يسرشوا على ابحاث لمدة 10 سنين فاتوا او 5 سنين فاتوا على حسب نوع البحث، وبيبداوا يحللوا الابحاث دي كلها ويشوفوا النتائج ويبداوا يطلعوا منها كونكلوجن انه الموضوع ده بيحصل او الموضوع ده ما بيحصلش. طيب في البحث اللي هتكلم عنه ده اللي اتعمل سنة 2014، كانوا بيقارنوا او بيدوروا على الابحاث اللي بتقارن ما بين الشكل الظهر او الفقرات القطنية بالعضلات اللي حوالين الفقرات القطنية بوجع الظهر. وفي البحث ده لقوا ان في حوالي 43 بحث اتعمل عن الموضوع ده في الفترة اللي فاتت، ده طبعا من سنة 2014 وما قبلها. ولقوا انه بعد ما جمعوا البيانات كلها بتاعت الناس وعملوا زي تحليلات للبحث ده، اكتشفوا انه ما كانش فيه اي علاقة ما بين شكل الظهر ما بين وجع اسفل الظهر. يبقى ناس كانت عندها اللوردوتيك كيرف ده عالي، وناس كانت عندها اللوردوتيك كيرف قليل، وده كان موجود عند الناس اللي عندها مشكلة في ظهرها، وكان موجود برضو عند الناس اللي ما عندهاش مشكلة في ظهرها. فبالتالي استنتجوا انه ده ملوش علاقة بده، وان مش معنى ان انك عندك وجع في ظهرك انك لازم تعدل الانحناء بتاع ظهرك ده، لا مش لازم خالص. طيب في البحث ده كمان كانوا بيشوفوا المدى الحركي بتاع الظهر، هل هو بيتأثر لو في وجع في ظهرك ولا لا، وفعلا لقوا ان هو بيتأثر. وده غالبا بسبب انه اللي بيجيله وجع في ظهره بيبقى عنده ألم، فبالتالي بيبقى خايف ان هو يوطي، بيبقى خايف ان هو يفرد ظهره بزيادة، بيبقى خايف ان هو يلف للجنب، بيبقى خايف ان هو يشيل حاجة من على الأرض. فبالتالي بيلاقوا ان المدى الحركي بيقل، وده ممكن يبقى بسبب الوجع. او لو حد عنده المشكلة كبيرة قوي فعامله له ليميتيشن في الحركة من جوه المفصل نفسه، فدي قصة تانية. بس في الآخر هو الوجع هو السبب الرئيسي انه يحصل ديكريز في الرينج اوف موشن بتاع القطنية. طيب وفي بحث تاني هيظهر برضو قدامكم في الفيديو دلوقتي عشان لو حابين ترجعوا له، البحث ده
حاجة اسمها observational study، هم بياخدوا ناس كتيرة جدا وبيقيسوا لهم حاجة معينة، والحاجة دي هي مش بتقول لنا سبب المشكلة، ولكن هي بتقول إذا كان في علاقة ولا مفيش. ففي البحث ده جابوا ناس كتيرة جدا وقاسوا لهم الانتيريور بيلفيك تلت أو الحوض بتاعهم مايل لقدام قد إيه، ولقوا إن 85% من الرجالة عندهم anterior pelvic tilt، يعني الحوض بتاعهم مايل لقدام، و75% من الستات عندهم anterior pelvic tilt أو الحوض بتاعهم مايل لقدام. ومن هنا استنتجوا إنه مش لازم إن وجع أسفل الظهر يبقى مرتبط بشكل الظهر، أو يبقى مرتبط بانحناء الحوض لقدام، أو يبقى مرتبط بإن ظهرك فيه لوردوتيك كيرف عالي ولا قليل. في بحث تاني برضو سنة 2017 عملوا نفس الميتا أناليسيس، اللي هي إن إحنا بندور على أبحاث كتير ونبدأ نطلع منها conclusion، فلقوا إنه برضو لما دوروا على أبحاث كتير وكانوا حوالي 13 بحث، 13 بحث دول فيهم حوالي 800 شخص اتعمل عليهم الأبحاث دي، لقوا إنه في ناس عندها وجع أسفل الظهر واللوردوتيك كيرف بتاعها قليل أو مدى انحناء الظهر قليل، ولقوا إنه في ناس ما عندهاش وجع وبرضه مدى انحناء الظهر بتاعهم قليل، ولقوا ناس عندها وجع في ظهرها وانحناء الظهر عالي أو انحناء الفقرات القطنية لقدام عالي، ونفس الكلام في الناس اللي ما عندهاش وجع. فبالتالي برضه استنتجوا إنه مش لازم إنه طالما في انحناء في الظهر إنه يبقى في وجع أسفل الظهر. نفس الكلام لقوه في بحث سنة 2022 وبرضه سيستماتيك ريفيو. وعلى فكرة السيستماتيك ريفيو ده من أقوى أنواع الأبحاث، لأن هو بيجمع دراسات كتيرة جدا اتعملت وبيبدأ يدينا منها نتائج أو ريزلتس نقدر نمشي عليها بعد كده. وفي البحث اللي اتعمل سنة 2022 ده لقوا برضه إن في 9 أبحاث اتعمل عليهم أناليسيس إنه نفس الكلام برضه، إن اللوردوتيك كيرف بتاع الفقرات القطنية ملوش علاقة بالوجع اللي بيحصل. في البحث ده لقوا حاجة مهمة كانت موجودة برضه في البحث بتاع سنة 2014، إنه الناس اللي بيبقى عندها وجع أسفل الظهر بيبقى دايما المدى الحركي بتاعهم أقل من الناس الطبيعية، لأنه فعلا أول ما بيكون في ألم بيبدأ الواحد إن هو ياخد حذره شوية، يتحرك أقل ويعمل رياضة أقل ويشيل حاجات مش تقيلة عشان بيبقى خايف إن الوجع يرجع تاني. لكن ده في الآخر ملوش علاقة برضه بشكل أسفل الظهر. في بحث تاني سنة 2020 ده آخر بحث أنا هتكلم عنه، في البحث ده كانوا عايزين يشوفوا العلاقة ما بين البلفيك اسيمتري، يعني إن البلفس ما يبقاش في مكانه المظبوط، أو البلفس ده اللي هو الحوض ما يبقاش في مكانه المظبوط، وعلاقته بوجع أسفل الظهر أو اللي بنسميه النون سبيسيفيك لو باك بين. ولما جم يعملوا البحث ده جابوا 28 شخص عندهم وجع أسفل الظهر و28 شخص ما عندهمش وجع أسفل الظهر، وبدأوا بسنسورز معينة إن هم يقيسوا إن هم يشوفوا مكان البلفس فين بالظبط مقارنة بالأرض ومقارنة بالرجلين. ولما أخدوا القياسات ما بين الناس اللي عندها وجع في أسفل الظهر والناس اللي ما عندهاش وجع أسفل الظهر، لقوا ان الناس اللي عندها وجع اسفل الظهر بيبقى البلفيك اسيمتري ده اكتر شويه من الناس اللي ما عندهاش وجع اسفل الظهر. فجم في الكونكلوجن لما تقرا البحث من بره كده قالوا ده في فرق ما بين الناس اللي عندها وجع والناس اللي ما عندهاش وجع، والناس اللي عندها وجع البلفيك اسيمتري عندهم اكبر شويه، فبالتالي ده معناه انه الوجع بتاع اسفل الظهر مرتبط بالانجل بتاعت او البلفيك اسيمتري بتاع الشخص ده. بس في الحقيقه لما تخش تقرا البحث وتقرا الكلام اللي هم كاتبينه بنفسهم هتلاقي ان هم كاتبين في الليميتيشنز بتاعه البحث ده انه ما ينفعش ان احنا ناخد اي مترك طلع من البحث ده ان هو كوزيشن او ان هو سبب، ولكن احنا بناخده ككوريليشن او كعلاقه، وان احنا محتاجين ابحاث تانية تبقى متطوره اكتر وتتعمل على عدد اكبر من الناس عشان نقدر ناكد المعلومه دي. وفي الحقيقه انه لما اتعمل ابحاث تانية نفت المعلومه دي زي ما انا قلت لكم في كل الابحاث اللي انا طلعتها في اول الفيديو. ففي نهايه الفيديو انا عايز اقول انه ما فيش اي علاقه ما بين ان ظهرك يبقى شكله منحني لقدام او منحني لورا ووجع اسفل الظهر. بس خلي بالك من حاجه، لو انت من وانت صغير بيقولوا لك افرد ظهرك عشان ظهرك ما يوجعكش، فانت طول الوقت ماشي فارد ظهرك، فظهرك ممكن يوجعك بسبب كده لانك محمل على عضلات وعضلات تانية لا. ولو انت طول اليوم قاعد على المكتب وتاني ظهرك بشكل كبير وما بتتحركش وبتقعد بالثلاث 4 ساعات على اللابتوب او على الكمبيوتر مفيش اي حركه، فبرضه ظهرك هيوجعك لانك بتحمل على عضلات ازيد من عضلات. فبالتالي دايما بننصح ان انت لازم كل شويه تتحرك، كل ساعه تقوم تتحرك، يبقى عندك موبيليتي روتين على مدار اليوم للفقرات القطنيه والفقرات الصدريه والفقرات العنقيه. ممكن تعمل الموبيليتي روتين ده كل ساعه لمده 5 دقائق عشان ظهرك ما يوجعكش وتقدر ان انت تكمل يومك من غير وجع ومن غير مشكله. وبرضه من الحاجات المهمه قوي انك لما يحصل عندك اصابه تروح لدكتور العلاج الطبيعي وتستشيره وتشوف لو انت محتاج تعمل تاهيل تبدا فيه،
عشان ما يفضلش الوجع ده مستمر معاك والمشكلة تزيد أكتر من كده. بس وأنا كده خلصت. لو عندك أي أسئلة سيبها لي في الكومنتس، واقترح عليا مواضيع تانية أتكلم فيها في الفيديوهات الجديدة.